بعد اختيار موقع الإنجاز ووعائه العقاري، الرهان كان كبيرا بالنسبة للقائمين على المشروع إدارة ومختلف شركات الإنجاز من أجل تهيئة الموقع. وبعد حوالي 20 يوما فقط، سرعة وفعالية الكفاءات الجزائرية الشابة كسبت الرهان. خلال 48 ساعة قمنا بتحيين الدراسات وفقا للمعايير الدولية وبتوفير كل الموارد البشرية والمادية حتى نسمح بإنجاز المشروع في الوقت المحدد. قمنا بتسخير جميع الإمكانيات وعملنا 3 دورات، يعني 3 دورات 24 ساعة على 24 ساعة، وكانت هنا 8 ورشات. وظفنا 2 زيكيب 2 فوا 8، نبداو دو 8 جيسكا مينوي، وهذا لتسليم المشروع في الآجال. والمهمة تاعنا كانت هي تهيئة المساحات الخضراء. أعمال التهيئة مست جوانب عديدة على مستوى الوعاء العقاري الذي يمتد على مسافة 10 هكتارات. أولا عندنا كاناليزاسيون دو الواد اللي عملناها على حوالي 600 متر. عندنا الاشغال الصرف الصحي اللي تمت على حوالي 400 متر في هذه النقطه فقط، اضافه الى 1.8 كيلومتر من الطرق المزدوجه. كانت بعض الشبكات اللي تم تحويلها حتى نستطيع القيام بهذه الاشغال. عندنا خطين كهربائيين هوائيين من الضغط المتوسط والضغط المنخفض، والأهم من هذا كذلك هو تحويل قناة صالحة المياه الصالحة للشرب على حوالي 600 متر مع الطريق اللي تأخذ من سيدي منيف إلى زيرالدا. المشروع سيكون إضافة اقتصادية لفتح مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة وتفعيل النشاطات التجارية الجوارية والمصاحبة. طبقنا تعليمات السيد وزير السكن بحذافيرها أنه 20 يوم لازم نهيئوا الأرضية لاستقبال الشركاء لإنجاز المستشفى اللي راح يكون يقدم قيمة مضافة للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، وراح يقدم قيمة مضافة للعاصمة وللقطر الجزائري. المشروع بعدها سيكون مجمعا بل مدينة صحية وإضافة قوية للمنظومة الصحية للبلاد. وإن شاء الله هذا المشروع بيعزز من روابط الأخوة بين الدولتين، وبيكون إضافة لمشاريع دولة قطر في الجزائر، إضافة إن شاء الله تكون مميزة. سيكون المستشفى ذات سعة 400 سرير ويحتوي على 20 قاعة عمليات مجهزة بأجود الأجهزة، وتضمن خدمات إكلينيكية وطبية وجراحية عالية الجودة. هذه الخدمات ستكون مضمونة بفرق عمل متجانسة وذات خبرات عالية. إذن هذا القطب الصحي سيتم من خلاله توفير أقطاب نشاطات داخلية ستمس صحة المرأة، صحة الطفل، صحة الرجل، صحة القلب وصحة المجتمع وعافيته. المستشفى الجزائري القطري الألماني مشروع صحي خدماتي عملاق يتوقع أن يكون نموذجا للاستثمار الناجح والاستراتيجي والشراكة الأجنبية المثالية.